السوبر المصري ووصول الزمالك للنهائي على حساب بيراميدز. هل بيراميدز كان افضل؟ اكيد كان افضل. هل دي مفاجاه؟ لا طبعا مش مفاجاه. ليه مش مفاجاه؟ شوف سكواد بيراميدز، صديق اجولا، ابراهيم عادل، رمضان صبحي، مصطفى فتحي، مايلي، حدث ولا حرج يعني. الزمالك بقى غاب عنده اتنين لعيبه من اساسيين، عمر جابر ودونجا، عملوا لك مشكله كبيره جدا. لعيب من اللعيبه المهمه جدا عندك زيزو ما كانش يومه ومش في مستواه. ما عندكش البديل اللي على نفس الكفاءة بتاعت زيزو، انك تسحب زيزو وتنزله ويصنع لك الفارق. فنظرا لسكواد بيراميدز وسكواد الزمالك، لو هنحسبها سكواد، لا المفاجأة ان الزمالك يكسب بيراميدز، والطبيعي ان بيراميدز يبقى احسن، وبالفعل كان احسن. الزمالك كسب السوبر الافريقي، ولو كسب السوبر المصري هكرر نفس الكلام اللي قلته. الزمالك مازال محتاج تدعيمات قبل فتره اغلاق القيد. الزمالك محتاج لعيب رقم 6، الزمالك محتاج جناح شمال، الزمالك محتاج مساك، الزمالك محتاج مهاجم. لو مجلس اداره الزمالك ما اتحركش في الصفقات دي بسرعه، الزمالك صعب جدا يحقق بطوله الدوري، لانها محتاجه نفس طويل. السلام عليكم.